قررت اشتري عربية مستعملة وخبرتي في العربيات تعتبر معدومة، وخايف على شقاية وتعب وفلوس. الطريقة اللي هقولك عليها دي لواحد لا يفقه شيء في العربيات. أول حاجة بتوجهني هي الفلوس اللي معايا. نفترض مثلا ان انا معايا 100,000 جنيه وعايز اشتري عربية، هبتدي ادور في فئة سعرية مثلا من 80 ل 90,000 جنيه، اسأل المعارض، اشوف على وسائل التواصل الاجتماعي، ارجع لدايرة معارفي. هقولك على كام حاجة تعملهم قبل ما تفكر تشتري عربية. اول حاجة وهي الرخصة، يفضل تكون باسم المالك وتكون معاه في مدة زمنية اكتر من سنة. تاني حاجة اروح اتفرج على العربية بالنهار في نور ربنا كده. تالت حاجة وهي اعرف مكان سكن المالك من باب الامان. رابع حاجة والعربية نفسها، براجع الوصف اللي مكتوب في الاعلان مع حالة العربية. يعني مثلا ابص عليها من الجسم الخارجي، افتح الكبوت، ابص على الموتور من فوق وتحت، في تسريب زيت، في حاجة مش في مكانها. وده ممكن ارجع له عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اشوف صور على جوجل لشكل العربية، شكل الحوض، شكل الفرش، شكل التابلو. افتح باب العربيه، اتفرج على الصالون، هبص على السقف مفيهوش لون مختلف، مفيهوش اصفرار، مفيهوش سواد. هبص على التابلو، هبص على الطاره، هبص على الفرش بتاع الابواب، هبص على الارضيه. الحاجات دي كلها تقول لي العربيه كانت بتستخدم ازاي وحالتها عامله ازاي. بالنسبه للصاج الخارجي، وده بيحتاج عامل خبره، ويفضل اخليه في مركز الفحص على حسب وصف البائع، واسد وداني عن اي حاجه البائع يقول لي عليها لحد ما نكشف على العربيه. رحت مركز فحص واكيد هيطلع لي ان العربيه فيها مصاريف او فيها مشاكل. هنا ساعتها بقرر اذا كنت هشتري العربيه ولا لا، وهعمل خطه بال10,000 جنيه اللي قلت لك عليهم في المثل الاولاني اللي هم هيصرفوا عليها بمجرد ما يشتريها. الصيانه، احتاجت العربيه تغير كاوتش، تغير زيت، حاجه في العفشه، حاجه في الكهرباء. لان صدقني محدش في الزمن اللي احنا فيه ده بيبيع عربيه مريحاني، دايما تلاقي فيها مصروف، تلاقي فيها مشكله. فده اللي بنستفيده من الفحص ويحافظ على فلوسك. الخطوة اللي بعد كده هتصور الرخصة وبطاقة المالك وتحاول تعمل استعلام أمني عنه عشان تطمن على ورقك. وحاجة مهمة جدا نسيت أقول لك عليها، دايما لما تيجي تدور على العربية بتدور على سعرها العادل. يعني مثلا هي سعرها في السوق وليكن 150,000 جنيه، ما ينفعش الاقيها ب90,000 جنيه، أكيد هيكون في حاجة غلط في الموضوع. اتفقتوا على يوم تروحوا الشارع العقاري عشان تسجلوا العربية. أفضل حل إنك تنقل العربية باسمك على طول، علشان لا قدر الله لو المالك ظهر معاه مشكلة في المستقبل ما تأثرش عليك. وده ممكن تسأل فيه محامي، وحاول تشارك محامي معاك في خطوة نقل الملكية. وقبل ما تدخل الشارع العقاري حاول تراجع على العربية مرة تانية بنفس مشتملاتها اللي انت راجعت عليها يوم ما اتفرجت عليها، وحالتها الخارجية والداخلية، ان مفيش اي حاجة اتغيرت. دي اسهل تجربة ممكن يعملها اي حد لا يفقه شيء في العربيات. ولو انت عندك تجربة او طريقة مفيدة ممكن تقولي عليها. أنا حسين يوسف وجربت حاجة في عربيتي.